مساء العسل. بصوا يا جماعة، الموضوع ملهوش علاقة بمحشي الكرنب، ليه علاقة بالكفتة الرز اللي أنا كنت عملت لها فيديو قبل كده وقلت إن هي تحفة لدرجة إن أنا ما كنتش قادرة أقاومها، وكنت أكلت منها وعملت لنفسي أنا كمان، مش بس البورشن بتاع العملاء، لأ أنا كمان خليت بورشن لنفسي عشان خاطر كانت طعمها حلو جدا وريحتها تحفة. في تعليق جالي كده، يعني انا بصراحة مرضتش احطه لان انا عارفة اللي هيشوف التعليق من عندي ومن الناس اللي هي بتحترم الفيديوهات بتاعتي وبتحترم المحتوى بتاعي هيرد ردود سخيفة على اللي كتب التعليق. الله اعلم، هو باين قدامي يوزر كده، مش عارفة هو ولد ولا بنت ولا ايه. الهانم او الاستاذ كاتبين لي ايه؟ يعني عملتي المستحيل. يا أستاذة يا فندم، أنا عملت المستحيل بالنسبة لناس تانية، ويمكن أكون عملت حاجة عادية لناس تانية، وممكن أكون عملت حاجة سهلة جدا لناس تالتة. أهم حاجة إن أنا أكون ما بعملش حاجة تأذي حد، ولا تأذي النظر، ولا تضايق حد، ولا تجرح حد، ولا أي حاجة من دي خالص. وبصراحة بعد ما قريت التعليق ده أنا اتمنيت أمنية إن الشخص اللي كتب التعليق ده ربنا يرزقه باللي يكسر خاطره بكلمة زي اللي كتبها كده. سؤال، يعني لما انت شايفة ان كفتة الرز حاجة سهلة ومش مستاهلة ومش المستحيل والكلام ده كله، حضرتك دخلتي تتابعي فيديو بعنوان كفتة الرز ليه؟ ده أولا. ثانيا، انا عملت المستحيل او الممكن ايا كان، الحمد لله ان انا عملت اللي اهلك او اهلك معرفوش يعملوه معاكي، ان هم يربوكي على انك لما تكتبي حاجة لحد تكتبيها بأدب وبذوق. حتى لو انتي شايفة ان هي حاجة سهلة، ممكن تقولي لي فعلا دي بتبقى جميلة جدا، دي من اسهل الاكلات اللي انا بعرف اعملها. انا فعلا ده بعملها، دي ما بتاخدش وقت معايا. فعلا ممكن توصلي لي رسالة ان هي سهلة بس باسلوب احسن من كده. انتوا اللي بتحولوا الناس المحترمة لناس بتشتم فيكوا وبتهزقكوا. يا كابتن او يا انسة، ما تجيبيش لاهلك التهزيق، لان انا عادي جدا ممكن تقولي لي كلمة ارد عليكي ب10 وامسح بكرامتك الارض بمنتهى الادب وبطريقتي، لان انا انسانة متربية مش زيك. اظن الكلام واضح. واوعي، انا بس بعمل الفيديو ده عشان انتي او غيرك اوعي تفكري تكتبي كومنت زي ده تاني، عشان صدقيني هخليكي تندمي. زي ما دلوقتي كده وانتي بتسمعي الفيديو بتاعي ده، ويا ريت بقى تقولي لي ورق الكرنب مفيش اسهل منه وانتي ما فتحتيش عكا عشان تعملي لنا فيديو عنه. انتي دلوقتي جوه نفسك منظرك سيء جدا جدا جدا، وصدقيني انا حميتك او حميتك ان انا احط لكم الكومنت وافرج عليكم الناس كلها. اوعي يا شاطره تكتبي كومنت زي ده تاني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعي تفتكري الناس المحترمه ما بتعرفش ترد، لان الناس المحترمه بتعرف ترد وتعرف تعرفك حدودك كويس قوي. وروحي يا فالحه اعملي حاجه مفيده، بدل ما انت تتابعي فيديوهات مش عاجباكي. ممكن جدا جدا المحتوى مش عاجبك تعملي له بلوك. اعملي حاجه مهمه ومفيده في حياتك، بدل انك تتنمري على الناس وتقلي ادبك عليهم. على الاقل انا بعمل فيديوهات للمشروع بتاعي وبعلن فيه عن المنتجات بتاعتي والحاجات اللي ينفع اعملها، اللي بتساعد ستات كتير جدا، ومش ستات بس، اسر كتير، ان هم ياخدوا منتجات وحاجات كويسة وتساعدهم وتخفف عليهم اعباء الوقوف في المطبخ والكلام ده كله. فالحمد لله انا بعمل في حياتي حاجة مفيدة ومحترمة. لكن اللي بيقعد يكتب كومنتات فيها قلة ذوق وقلة أدب، ده إنسان مش محترم ومش متربي ويستاهل التهزيق. والمرة الجاية إن شاء الله لما تكتبي كومنت زي ده أنا هحطهولك عشان أخلي كل الناس تشتمك ويبقى الفيديو ترند، وهتبقي خدمتيني على فكرة.
وشكرا لكل الناس اللي تابعت وكل الناس اللي بتفكر تتنمر او تكتب فيديوهات او تعلق على فيديوهات بطريقة مش كويسة. وبالمناسبة قبل ما اختم الفيديو، في واحدة زمان كانت يوتيوبر، كانت طيبة وغلبانة جدا وكانت محترمة جدا جدا جدا، والست كانت بتطلع تقدم محتوى الوصفات بتاعتها. هي الحمد لله ربنا كرمها دلوقتي، من كتر التنمر عليها حولتوها من إنسانة محترمة وغلبانة وبتطلع تقول الوصفة قد ايه رز على قد ايه فلفل على قد ايه مش عارف ايه، لبني آدمة بتاكل وبتذبح اي حد بيكلمها، لدرجة ان في ناس بقت مش بتحب تتابعها عشان اسلوبها الطف زيادة عن اللزوم. بس هي الحمد لله برغم ان انتوا عملتوا فيها كده، هي ربنا كرمها. ما تحاولوش تخلوا وتخرجوا من الناس اسوأ ما فيها. على العموم ميرسي قوي لمتابعة كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده، شكرا.